طاقم تحكيمي لمباراة إفريقيا الوسطى والمنتخب المغربي. السلام عليكم. نتيجة عدم توفر بلاد إفريقيا الوسطى على ملاعب مؤهلة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستقبال مباريات التصفيات المؤهلات لنهائيات كان المغرب 2025، ولحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، المغرب 2025 سيلاقي منتخب إفريقيا الوسطى نظيره المنتخب المغربي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر المقبل بداية من الساعة 8 مساء على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة. وعينت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإدارة هذا اللقاء الحكم الغيني نابي لاي توري بمساعدة كل من مواطنيه: سيديكي سيديبي مساعدا أول، ومامادي تيري كمساعد ثاني، فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع لبنغالي كوناتي. وإلى غاية الجولة الثانية من هذه التصفيات الإفريقية، فالمنتخب الوطني المغربي يتصدر المجموعة الثانية ب6 نقاط، متبوعا بالغابون في الوصافة ب3 نقاط، فيما يحتل منتخب إفريقيا الوسطى الرتبة الثالثة برصيد ذاته، بينما يتواجد ليسوتو في المركز الرابع والأخير برصيد 0 نقطة. رجاء اشتراك ولايك إن أعجبكم محتوى القناة، وشكرا.